مرحبا، كيفكن؟ يسعد أوقاتكن جميع. اليوم حبيت شارككن سلطة الكاكا بالموز والتفاح. هالسلطة كتير طيبة وطعمها لذيذ وبنفس الوقت مفيدة. يلا خلينا نبتدي مع بعض، نصلي على النبي ونقول بسم الله. هلا أول خطوة نحن بدنا نقشر الكاكا. هقشرلكن إياها، شوفوا منقشرة بهالطريقة هي، منقيم الوسخة من فوق ومنفتحها هيك بهالطريقة هي، ومنجيب معلقة ومنسحبها هيك، منثبت القشرة على كف ايدنا ومنحاول نسحبها بالمعلقة هيك. بناخد الصوص المزيج تبعها كله من جوا ومنتخلص من القشر. هلا أنا تقصدت أقشرها بهي الطريقة لأنه الكاكا اللي بدنا نستخدمها للسلطة بدها تكون مستوية، يعني مو الكاكا العجرة. لو كاكا العجرة كنا بنقشرها تقشير عادي وبتطلع معنا مدورة، بس نحن هي شوفوها كيف فارطة على الآخير، لهيك ما في غير هالطريقة لتقشيرها. طبعا نحن بعد ما ننزل الصوص على الزبدية أو الصحن نتأكد إنه أحيانا في منها بيطلع بقلبها في مثل البزر، إذا لقينا بزرة منشيلها. وهيك بعد ما خلصت تقشير الكمية، شوفوا هذا المزيج اللي حصلت عليه. والله الكاكا كتير مفيدة وطعمتها بتجنن، والله إذا بناكلها هيك على حبتها كتير طيبة. هلا شوفوا كيف ححط لها إضافات بتطلع كتير طيبة. وهلا الخطوة الثانية، منجيب تفاح منقطعه ومنقشره بالطريقة اللي انت بدك اياها، المهم النتيجة انه نحصل على تفاح مقشر ومقطع بطريقة المكعبة. شوفوا كيف منقطعهم بهي الطريقة، بننزل فيهم على الصوص اللي كنا محضرينه تبع الكاكا بهذا الشكل. وبالنسبة لقطعة التفاح يفضل انها تكون صغيرة، بالنسبة للكمية انت بتقدريها. وهلا بنوصل للخطوة الثالثة، منجيب موز ومنقشره ومنقطعه بشكل دوائر، ومننزل بدوائر الموز فوق مزيج الكاكا والتفاح بهي الطريقة، والكمية انتي بتقدريها. وهلا بنخفق المكونات مع بعضها، بس بدنا نحاول نخفقهم بهدوء مشان نحافظ على قطع الموز انها ما تنهرس. وهلا رح نبتدي نسكبها، منحضر اي شي نسكبها فيه على مبدأ بولات صغيرة، ويفضل تكون هيك من الإزاز الشفاف تعطينا منظر شيك. شوفوا بهالطريقة هاي. طبعا مثل ما شفتوا أنا ما حطيت أي إضافات، لا سكر لا عسل ولا أي شيء، لأنه الكاكا بطبيعته المزيج تبعه بيبقى طعمته مسكرة والسكر تبعه طبيعي. نحن لما ما بنحط إضافات حافظنا على طعمة الكاكا. كان فيني أنا زينها بأي نوع من أنواع الفواكه، بس أنا تقصدت استخدم التفاح والموز عشان ضل محافظة على النكهة والطعم يلي حضرته، لأنه بصراحة الكاكا أنا مجربة فيها كتير أنواع من الفواكه، وأطيب شي بيتناسب منا هو التفاح والموز، نحصل على مزيج كتير طيب. وهلا صار وقت إنه دقلكن إياها. شوفوا لي على هالمنظر، ما شاء الله، والله المنظر لحاله بيحكي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله طعمتها بتجنن. الكاكا هيك لما بتكون مستوية بتطلع هيك طعمتها مسكرة، والله لو مدوبين فيها عسل مو هيك نحن حضرنا سلطة فواكه كتير بسيطة من 3 مكونات بس، وقدرنا نحافظ على مزيجها وطعمتها، وغيرنا شوي عن سلطات الفواكه اللي كلنا بنعرفها. وهيك حبايبي وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وصارت سلطة الكاكا بالتفاح والموز جاهزة للتقديم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسوا تحطوا لايك وشير، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل شي جديد، وتابعوني على الفيس والإنستغرام. كانت معكم الشيف رهف النحلاوي. سلام.